صحتك بالدنيا. هذا البرنامج برعاية مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، الأخصائي في جراحة الوجه والفم والفكين. المركز مختص بالتجميل وزراعة الأسنان. مركز الدكتور بندوار محمد يقدم كافة الخدمات السنية: تجميل الأسنان، معالجة الأسنان بأحدث الأجهزة والأنظمة، معالجة أسنان الأطفال ضمن المركز تحت التخدير العام، عمليات الزرع بأحدث الأجهزة والتقنيات، عمليات جراحة الوجه والفم والفكين بالأنظمة الحديثة، تبييض الأسنان بالمواد المستوردة والتقنيات الحديثة، أيضا تجميل الأسنان بطرق حديثة وسهلة. ولا ننسى ابتسامة هوليود الشهيرة. مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، قامشلو بجانب مشفى الرحمة. للحجز والاستعلام هاتف 433 226. لكل اللي عم يسمعونا تحية طيبة ومساء الخير لكل مين عم يسمعنا ويشاهدنا عبر أثير إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5. أيضا للي عم يشاهدنا على صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي، مساء الخير ويسعد مساءكم كل خير وسلامة وأمان. برنامج صحتك بالدنيا هو برنامج طبي صحي توعوي عم نستضيف فيها أطباء لنسلط الضوء على بعض الأمراض ونحكي فيها. مستمعينا، اليوم ضيفنا الدكتور خالد إبراهيم، اختصاصي بأمراض الأطفال، خريج جامعة حلب. اسمحوا لي رحب بضيفي لنبدأ لقائنا. مساء الخير دكتور خالد، أهلا وسهلا. مساء الخير، أهلا وسهلا. هلا أستاذ عماد، كيفكم؟ الله يخليك، الحمد لله. مساء الخير للجميع المشاهدين كمان. نتمنى الكل يكون بخير وسلامة. رح نبدأ لقائنا. طبعا هو لقاءنا راح يكون هو مهم كتير. بتمنى الكل اللي عم يسمعونا واللي عم يشاهدونا يشاركوا رابط الحلقة لحتى يستفيدوا أصدقائكم موضوعنا للي راح نناقشه اليوم. طبعا ما بنسى زملائي بالكنترول شيرين وجودي على البث المباشر والكنترول. موضوعنا اليوم هو الحصبة. يا ترى شو هو عوامل اللي يعني بتعدي، شو هو الأسباب اللي بتخلي هالمرض يتشكل، والعديد من المحاور رح نناقشها. طبعا إذا حابين تنضموا لنا تأغنوا اللقاء اللي موجود أو اللقاء اللي رح نعمله، فيكم تشيلوا السماع وما تترددوا تتصلوا معنا عبر الرقم الأرضي 429 101، بالإضافة إلى رسالة عبر واتساب 093 82 80 81 4. للي عم يشاهدنا بوير عربي عبر كومنت فيكم تكتبوا السؤال، أكيد رح نجاوب على أسئلتكم. لنبدأ حلقتنا مع ضيفنا الدكتور خالد إبراهيم. دكتور، عامل الحصبة كمصطلح علمي، يا ترى كما تخلى لقاءنا لو نحكي فيه، يا ترى شو هو الحصبة؟ هلا هو الحصبة هو فيروس الفيروس الري ان ا من عائلة الفيروسات نظيرة المخاطية نسميها. له أنماط كتيرة. عفوا، له نمط واحد هو نمط المتعارف عليه. هلا هو طبعا من فيروسات تصيب الطفولة، يعني فيروسات تصيب الأطفال. غالبا الأغلب يعني هو الفيروسات تصيب الأطفال يعني. والفيروس هذا يعني إن فترة يعني مثل ما تقول انقرض يعني. أيوة. نتيجة اللقاحات خاصة البلدان المتقدمة هلا ما في تقريبا، وبلشت هالفترة هلا في جائحتين. أنا متذكر بال2007 كانت جائحة، وهلا كمان في جائحة. تماما. يعني هالحالة هاي أو هالمرض هذا بتحسه رجع، أكيد رح نحكي فيها من الأسباب، أكيد رح يكون أحد المحاور. إذن هذا هيك لمحة بسيطة عن الحصبة. دكتور، دائما نسأل موضوع الأسباب، يا ترى ليش انقرض وليش رجع، وشو هي الأسباب اللي بتؤدي لتشكل الحصبة؟ تماما. هلا الأسباب صراحة هي أسباب أكثر شيء أسباب اقتصادية اجتماعية. نعم. من المعروف أن الفيروسات بتنتشر أكثر شيء بالمناطق المتدنية اقتصاديا واجتماعيا.
مثلا في البلدان النامية، بلدان الفقيرة يعني. نعم. طبعا ليش؟ لأنه يعني اللقاحات، موضوع اللقاحات مهم كتير كتير. النظافة الشخصية، العادات الاجتماعية تلعب دور، كلياتها تلعب دور. ربما البيئة كمان البيئة كمان في تلعب دور. مستنقعات مثلا. تماما، مستنقعات، نظافة مثل ما قلنا. مياه ملوثة مثلا. تماما، أيوة، هذه يعني هاي المقصود صراحة. تماما. إيه؟ دكتور، هلا نحن بنعرف انه هو طبعا متعارف على موضوع الحصبة، انه في كتير من الامراض هي بتعدي. فيا هل ترى الحصبة كمان في عندها عامل طرق العدوى؟ إيه؟ هلا أهم طرق العدوى هي عن طريق الجهاز التنفسي، عن طريق الرذاذ يعني. الجهاز التنفسي العلوي، المريض لما بيسعل هيك يعني عن طريق جهاز الهواء، مثل الجريب يعني. مثل الجريب ينتشر يعني. تماما. دكتور، طبعا هيك فاتنا الموضوع بموضوع شرح الحصبة للمستمعين. هلا شكل الحصبة كيف بيكون، شو هو يعني شرحنا للحالة، ولكن ما شرحنا للمستمعين انه الحصبة هي كيف بتجي شكلها. يعني عبارة عن فقاعات، عبارة عن حبيبات مثلا بتظهر على الجلد، تجي حرارة كذا، لو نحكي عنها. هلا هي التظاهرات السريرية او العلامات هي تجي الطفح، نسميه طفح جلدي، ويمتد مثل ما قلنا من الوجه، يعني من القسم العلوي للجسم للأسفل بالتدريج. أيوة. يعني تلاقي الطفح نشر من الوجه ونزل على الصدر وعلى البطن ونزل لتحت. نعم. بالتدريج يعني. إيه؟ الطفح هذا بالعادة الطفح له شكل يعني مثل ما يعني بالعام يورم الخلايا تصير كبيرة. مشان هيك لما تلاقي مريض حصبة طفل صغير انه وجهه تورم، يا دكتور وجهه تورم، مزبوط، الوجه تورم لانه في شيء اسمه خلايا اندخالية عرطلة موجودة بالفيروس بيعملها وبيورم خلايا الجلد. تمام. بيورمها، مشان هيك الوجه بيتورم. يعني ملاحظة يعني ملاحظة في وزمة بالوجه يعني. تماما. ايه هاي الأعراض السريرية اللي لا الأعراض لا، هاي الطفح لا. هلا بشكل الأعراض تجي الأعراض قبل ما يظهر الطفح بشي أسبوع 10 أيام على شكل حرارة. أيوة. مثل الجريب. إحنا الدكاترة ما بنعرف إنه هذا حصبي ولا لا. بنعامله معاملة جريب. بعد فترة، بعد أسبوع مثلا بتلاقي إنه بيظهر حاله، يعني بيظهر حاله إنه ظهر الطفح، خلاص ظهر الطفح، معناته هذا كان حصبي. حلو. مرات الأهل يلوموننا إنه يا دكتور أنت قلت لنا قريب وطلع حصبي. ما حدا بيعرف. صح. ما حدا بيعرف إنه هذا قريب. ما فيك تتخمن أبدا. لا بس يطلع، بس هو التشخيص عنا بصراحة سريري. بس يطلع الطفح خلاص يعني بيثبت الموضوع. أيوة. يعني تماما. هاي أحد أعراض اللي أيوة. بتثبت المرض. أيوة. رح بذكر المستمعين اللي عم يسمعونا مشان يعني تكون الحلقة تفاعلية. إذا حابين تنضموا لنا، إذا حابين تسألوا أي سؤال، الدكتور خالد إبراهيم هو ضيف إذاعة بوير FM بالاستوديو. عم نحكي عن موضوع الحصبة. طبعا هو في له اسم متعارف باللغة الكردية بمنطقتنا. إذا حابين تسألوا فينا نجاوب على أسئلتكم عبر الاتصال بالرقم الأرضي 429 101، أو عبر رسالة عبر البث المباشر بوير عربي. أي كومنت رح نجاوب على أسئلتكم. معلومات جدا مهمة، يعني الحابب أنا الكل يسمعها والكل أنه يستفيد منها، لأنه هي يعني من الحالات الشائعة، الشائعة والخطرة وبس حقيقة يعني أحيانا بنمرق من عند عيادات الأطباء الأطفال، فالأكثر الحالات مراجعة هي ربما تكون الحصبة. وعامل مهم جدا كتير ذكرته موضوع الدكتور، أنه هي بالأيام الأولى بالفترات الإصابة ما رح تظهر حاله أبدا حتى. تماما. جدا مهم. التظاهرات السريرية مثل ما ذكرت تجي على شكل حرارة مثل الجريب يعني. تماما. حرارة غير مفسرة. يعني بتلاقي الطبيب المسكين بده يفحص إنه حرارة وهيك، يعني بعد 2-3 أسبوع تيظهر الطفح.
هذا خلاص كان حصبي خيو. تماما. إيه. لانه مشان الاهالي ما يلوموا الاطباء دائما، تماما انه تماما. إيه. هالنقطة هاي مهمة كتير، انه الاطباء ما يعني ما فينهم يخمنوا انه عم يتعاملوا معه معاملة فيروس طرف حرارة فيروسي قريب، احتقان بلعوم فيروسي هيك يعني، لحتى يمرق يومين او 3. أيوة. لحتى تتحدد. دكتور، هلا موضوع التشخيص عندكم طبعا كأطباء اطفال عندكم الوسائل التشخيصية ربما محدودة مثلا، مو اختصاصات تانية. يا ترى للبت بالامر هذا، للبت بالتشخيص، يعني شو هي الاجراءات التشخيصية اللي بتتبعوها يعني لحتى تشخصوا هالحالة الحصبة؟ اي والله استاذ عماد، التشخيص هو سريري بصراحة. سريري. هلا بالعيان لما بس ظهر الطفح واضح لأي طبيب انه هذا حصبي. تمام. يعني التشخيص سريري، مو مخبري سريري نهائيا، مو مخبري تماما، سريري فقط. احيانا دكتور بتلجأوا لا مثلا اجراء تحليل معين مثلا، في ارقام معينة مثلا او تحليل معين يعني بيأيد هالموضوع هذا؟ هلا في أضداد، في الأضداد تبعها ما تتأخر 15 يوم لتظهر للأسف، بيكون الطفل بيكون طفل طبعا. تمام. إذا دائما بنحب نوجه يعني رسائل عبر البرنامجنا لمستمعينا انه ما تستعجلوا على الطبيب، لانه الطبيب هو أدرى، الطبيب هو يعني صاحب المسؤولية. إذا الطبيب ما طلب تحاليل، الطبيب شخص المرض، إذا هذا هو. وإذا ما تشخص معه المرض، إذا في شيء ما يعني في وسائل يعني ما شخص المرض عنده. فدائما نحن بنوجه رسائلنا للمستمعين، الطبيب هو الأدرى، وهو اللي لازم نتبع نصائحه وإرشاداته. دكتور، هلا أحيانا بكتير أمراض تكون في تشاخيص تفريقية أو أنواع، أو إذا صح التعبير عنا نحن هلا بدنا نسأل يعني يا ترى في له أنواع أو تشخيص تفريقي مثلا؟ لا، هلو ما له أنواع. في تشاخيص تفريقية يعني، في مثلا ناس متخربط إنه هذا حصبي ولا جدري ولا حصبي ألمانية، ولا في شيء اسمه وردية طفلية عند الأطفال. وردية طفلية عند الأطفال. الوردية الطفلية هاي بتجي على شكل حرارة، طبعا بيصيب الأطفال أقل من 2 حرارة 2 3 4، وبعدين بتظهر الطفح. نعم. الطفح بيشبه الحصبة تماما، بس ولكن الشيء المميز أنه لما يظهر الطفح بالوردية الطفلية الحرارة تروح نهائيا. بالحصبة بالعكس الحرارة بتشتد أكتر. أيوة. إيه؟ في شيء يعني تماما. تشتد أكتر. وطبعا في مميز كمان، هي يعني شيء مميز هذا بين الوردية الطفلية والحصبة، بيفرق تماما. إيه؟ طبعا الحصبة الألمانية دكتور ذكرت شو هي؟ كمان هي حصبة الألمانية هاي بتجي شكل على شكل خفيفة، تجي يعني أخف يعني أخف. إيه؟ تجي مثلا طفحة مثل نفس طفح الحصبة الألمانية، ولكن توزعها متباعد، الطفح قليل، بيجي على الجسم مباشرة على الكل يعني تماما بشكل متساوي يعني متساوي عن نفس مثل ما تقول نفس اليوم بده ينزل على الجسم، بينما الحصبة على أيام، على مراحل، على أيام، وجه، صدر، بطن، أطراف سفلية. تماما. إيه؟ تماما. دكتور، الاختلاطات ممكن تحدث اختلاطات بهالحالة؟ وارد جدا. مثل شو دكتور؟ الاختلاطات مثلا اختلاطات ذوات الرئة. أيوة. هاي على فكرة ذات الرئة مميتة. إذا الواحد ماذا يعني تعالج ممكن علاجه شوي يعني بدها وقت يعني. لا بدها وقت، وإذا ما تعالج عفوا مميتة. إذا ما تعالج مميتة. وعلاجها سهل كمان، بس إذا ما تعالجت مميتة. هلا في إصابات عصبية كمان. أيوة. إصابات عصبية ممكن يصير التهاب دماغ. نعم. إيه، التهاب دماغ ما بعد الحصبة. وإصابات قلبية نادرة، إصابات قلبية كمان في نادرة. هلا ممكن تعمل حتى التهاب زايدة كمان. سبحان الله. إيه ممكن. إيه وارد جدا. هلا موضوع الفيروس لما يدخل الجسم بيعمل خلايا عرطلة. هالخلايا بتنتشر على الموجود ممكن على مستوى الجهاز الهضمي، توصل على الزائدة وتتورم وتلتهب. وارد جدا يعني. عند الأطفال حتى عند الكبار مثلا. وارد. إيه؟ وارد. إيه؟ هاي تسجلت يعني أرقام يعني حالات بالكتب. إيه؟ يعني مثل ما حلو كتير والله. دكتور، باعتبار ذكرنا موضوع الأعمار، يا ترى شو هن الأكثر الأعمار عرضة أو إصابة بهالحالة هاي؟
موضوع الحصبة؟ هلا الأعمار الأكثر إصابة هن 6 شهور، يعني وأنت طالع من 6 شهور فما فوق. نعم. هلا في موضوع إنه الأعمار الأكثر خطورة هي أيوة. بين 6 شهور و5 سنوات. نعم. هدول أكثر شيء اختلاطات، يعني يتعرضوا للاختلاطات من زواتر من إصابات عصبية هيك. هلا فوق ال5 سنوات اختلاطاتنا يعني قليلة، يعني مو مثل بين ال6 شهور وال5 سنوات. دكتور، ممكن تؤدي إلى مثلا تأثير على وظيفة عضو ما بالجسم؟ أيه. الكلية، الكبد، القلب مثل ما ذكرت وارد. مثلا. تماما. هلا مثلا أرقام الكرياتينين مثلا، الGBT مثلا ممكن. طبعا هلا هو مثل أي مرض فيروسي بيرفع مثلا، بيدخل الجسم يعني ممكن يعمل لك أزيات، يعني بيرفع أزيات. أرقام ممكن CRP مثلا. على CRP لما يرتفع احنا بصراحة بالحصبة بنشك بإنتان ثانوي جرثومي. تماما. هذا مرافق له. مخيف يعني. عامل خطورة بيزيد. لا مخيف انه جرس انذار انه ترى الطفل ممكن بأي لحظة يصير معه انتان، خاصة ساعة الرئة. يعني دير بالك يعني. تماما. فهون الطبيب بيوقف، يعني بده يزيد الاهتمام والتركيز تمام. على الموضوع هذا. تمام. دكتور، بنسمع هلا نحن الاهالي وانه مثلا اللي انصاب بهالمرض هذا مرة بالعمر ما بينصاب مرة تانية. ترى شو مدى صحة هالمعلومة هاي؟ هلا هي الإصابة هي مناعة دائمة. أيوة. مكتوبة بالكتب يعني أنا طبعا ما في شك، أنا ما في شك، لا يعني بصراحة ما في شك. لأنه أكيد، بس اللقاح لا. أكيد خلال دراستكم اللقاح لا. هلا الإصابة مناعة دائمة. تماما. بس اللقاح لا، مو مناعة دائمة. ممكن إنه شخص يكون ملقح وينصاب. أنا بشوفها بعيادتي. تماما. بشوف بعيادتي بأطفال ملقحين وصابوا بس تجي خفيفة يعني. أما خلال مسيرتكم الطبية مثلا ما انصاب عندكم طفل أو سواء كان كبير وانصاب مرة ثانية؟ أنا ما شفت. تماما. هاي إذن بتأيد هالمعلومة هاي، بتأيد تأكيد هالمعلومة هاي. إذن الإصابة بتعتبر بمثابة لقاح. أحسن من اللقاح. أفضل. أحسن من اللقاح. تماما. هلا بتجينا حالات، أنا كم حالة شفت بعيادتي إنه الطفل يجي مع أمه مصابة أيضا 2 مع بعض. الله. أكثر من حالتين. طبعا هدول أما مو أخذين لقاح أو ملقحين كانوا وانصابوا. تماما. جائز يعني. اثنيناتهم جائزين أكيد. دكتور، هلا وصلنا لموضوع العلاج، وهلا العلاج كيف بيكون؟ هلا العلاج بصراحة هو علاج محافظ، يعني داعم، يعني سوائل خافضات حرارة. هلا في موضوع بلدان العالم الثالث، في موضوع كتير مهم، موضوع سوء التغذية عند الأطفال، وخاصة تغذية أطفالنا هالفترة مو كويسة بصراحة. نعم. في شيء اسمه فيتامين آ. الفيتامين آ لما ينعطى للأطفال هدول بيخفف من عداء من مثل ما تقولوا من عدوانيات الفيروس. نعم. من عدواني يعني من الواضح العدواني يعني تأثيرات الفيتامين آ هذا كتير ضروري. حتى بيخفف المرض، وحتى يقلل نسبة الوفيات والاختلاطات. كمان بيخفف نسبة الاختلاطات والوفيات الفيتامين آ. حلو. وكتير مهم. مشان هيك هلا بتلاقي بأي وصفة عند أي طبيب بتلاقي له إنه أي طبيب أطفال كاتب هلا فيتامين آ. عبارة عن هيك يعني شراب أو نقاط مثلا. هلا بمنطقتنا ما في غير الحب. الحب كبسول يجي البودرة تبعه نحطها بشوية ما بنعطيها للطفل. إذا كان الطفل سواء رضيع أو خديج أو تماما. كل عمر له جرعة معينة. تماما. وغير علاج ما بتعطوه سوائل. سوائل وخافض حرارة بروفين، السيتامول، وسوائل. تماما. هاي هي بس. وفيتامين آ. تماما. هلا في أطفال مثلا إذا طفل مثلا ما يعني مثلا ما شرب أو ما أكل وما شرب، ممكن نعلق له يعني سيروم يعني إماهة وريدية شي يومين يرتاح، وبعدين ممكن يبلش يأكل خلص. تماما. بس مشان السوائل. على قبل كان يغطوا الأطفال
مشان ما الحراره خطر في تماماً. الموضوع غلط هذا. ايوه بالعكس، نريد الملاحظات هاي لانه بيفقد تذكرها. سوائل اكثر، تماما لانه بيتعرق بيتعرق. بيفقد سوائل اكثر، والطفل والطفل بحاجة. بحاجه للسوائل وبالاخص هو بايام الصيف يعني. ايام الصيف. تمام. دكتور هلا كمان موضوع الصيف كمان قبل ما ننتقل للمحور الاخير هو مم. الفصول لها دور مثلا. الاطفال بيصابوا مثلا بالصيف اكثر من الشتاء مثلا. هلا سجلت عندكم هالحالات؟ هلا اكثر شيء الفصول هي الربيع، اها بس بالجائحات ما لها فصول. ما لها فصول. هلا جائحة بتجي يعني. اذا بتجي جائحه ايه ما لها ايمت فصول. من ايه. كان. هلا في موضوع مهم للقاح. اها هلا اللقاح هالفترة عم يلقحوا بالمستوصفات لقاح وكل 6 شهور، يعني بالسنة وسنة ونص. مهم. هلا هو المفروض اللقاح يكون بين اللقاح الأول والثاني شهر. ايوه هلا لما أنت تكون بلد ما فيها جائحة، اللقاح النظامي بعمر السنة والسنة ونص، نعم بينما أنت بجائحة اللقاح الأول يكون مثلا هلا الطفل بياخذ اللقاح يكون بال6 شهور، عمر الطفل 6 شهور، اللقاح الثاني بعد شهر. تمام بعد شهر. اها بعد شهر. إذا ما توفر اللقاح ولا كيف آلية أخذ اللقاح يعني؟ كيف يعني؟ إنه مثلا دكتور هلا من المفروض هلا نحن لازم حاليا تكون المستوصفات. تماما هلا حاليا نحن يعني فيها الوباء هذا، في فيها وباء جائحة وفي لقاح كمان. وفي لقاح. في لقاح يعني داعم هذا ولا كيف لا لا، يعني في دكتور؟ لقاح داعم كمان، وفي لقاح الروتيني اللي الروتيني. عبر البطاقة. عبر البطاقة. اللي ايه. تماما عبر البرنامج اللي يعني المتبع. برنامج برنامج تماما. التلقيح الوطني. مهم. حلو. بس قصدي انه اللقاح لازم يكون متقارب، يعني مو انه 6 شهور، مهم. لا يعني تكون لقاح اول هلا وبعد شهر الثاني، ويفضل يعني بالجائحة بالجوائح العمر اللقاح بدل ما يكون سنة ونص يرجع لل6 شهور، الأول والثاني بعده شهر. اها ايه. تماما. دكتور طبعا دائما بنهاية لقائنا بنختم لقائنا بمجموعة من النصائح بنخاطب فيها الأهالي الآباء والأمهات. الأخ علي هو سأل أنه مثلا أنه موضوع أنه يترشح، نحن موضوعنا هو المور الرشح. أخي العزيز هو الحصبة مثل ما ذكرنا. إذا حابب ترجع الحلقة ممكن تتابع. موضوعنا هو الحصبة بين قوسين يسمى باللغة الكردية بمنطقتنا هو الميكوتوك. صورك إذا. فيعني موضوعنا هذا هو مثل ما ذكرت الدكتور أنه ممكن أنه الواحد أخذ لقاح وينصاب، وطبعا المصاب أكيد ما نو مسجل أنه مرة ثانية ينصاب فيه. تماما. والأخ نيتشيرفان أكيد تحية، بنوجه تحية لك أخي الكريم. البرنامج هو باللغة العربية لحتى يعني المكونات الموجودة كلهم يستفيدوا. تحية كبيرة لك أخي الكريم. نختم لقائنا بمجموعة من النصائح نخاطب فيه الأهالي والأمهات. هلا أهم شيء بصراحة، أهم شيء هو اللقاح، عدم إهمال اللقاح. نعم. هلا المرض هذا بينتشر عن طريق هدول الأطفال الغير ملقحين. يعني طفل جايب حصبة، هو محصب، داخل عيادة في 10 مرضانين أطفال، في أطفال مو أخذين لسه ما وصلوا مرحلة يأخذوا لقاح الحصبة عمره 6 شهور، هذا 7 أشهر. ولقاح الحصبة معروف أنه بياخذ بيبلش بالعمر السنة. نعم. هذا حتما بده ينصاب غالبا، لأنه الإصابة 90%. يعني هو مرض معدي بشدة مثل ما ذكرتون تماما عن طريق النفس. هذا الطفل المحصب دخل العيادة في 10 أطفال وبلش يعطس ويسعل، الأطفال اللي حواليه كلياتهم بدون ينعدوا 90%. هاي معاناتكم دكتور. تمام. معاناتكم. إيه مشان هيك لما يجيني مريض على العيادة بقول للممرض مريض الحصبة فوتوا بسرعة وخرجوا بسرعة. تماما. أو يكون له موعد لازم خاص. ما يكون هيك. تماما. ما يكون هيك، بس للأسف مع ظروف صعبة يعني. لازم ما يجي. تماما. لازم ما يجي. إيه بس ظروفنا صعبة. تماما دكتور. هلا مثل هالحالات هاي ممكن مثلا تاخذوا له موعد معين، او مثلا هلا المشكلة ما بنعرف انه هذا حصري ولا لا. صح. ما بنعرف. هون المشكلة. هلا مرات بيقولوا لنا يجي مثلا في شيء اسمه داء الفم واليد والقدم. صح. فيروس. صح. هذا مثلا يجي مثلا جدري ايضا يعني. ايه؟ ما فينا تفرقوا يعني. ايه؟ الا الطبيب المختص. الاهل يعني ما يفرقون للاسف يعني.
هلا ناهيك عن المرض هذا دكتور، في امراض تانية كمان معدية ممكن، يعني سواء كان تماما امراض الرئة والزكام او الرشح، يعني معاناة هاي اكيد. ولكن في اجراءات اكيد فيكم مثلا توصوا الاهالي، توصوا المراجعين انه يتبعوها، بس المشكلة اذا كان الطفل كيف بدك تحط له كمامة، يعني صعب، يعني صعب. فظروف قاهرة جدا طبعا. تفضل. في موضوع التغذية، والله الطفل اللي مو متغذي كتير إذا انصاب بالحصبة ممكن اختلاطاته أزيته تكون كبيرة عالية. يعني لما يجونا مثلا طفل بصراحة نتيجة الفقر، يجينا طفل عمره 6 شهور وعايش على اللبن، صحيح اللبن هذا بيسمن، بس ولكن الطفل ما يعني بيستفيد منه شيء، يعني مناعته ضعيفة. أيوة. هلا إذا انصاب بالحصبة ممكن يتأذى كتير. مثلا نقول نسبة الخطورة ممكن تكون عالية، تماما عالية أكثر بالنسبة للطفل لنفس العمر لما يكون مثلا عم ياخد حليب الأم أو الصناعي. تماما. الحليب الأم أو الصناعي هو الحليب الأم أفضل من طبعا حليب الأم أفضل. هي ما بدها نقاش يعني. حلو كتير، هذا خطر على بالي انه نكون موضوع حليب الام والحليب الصناعي موضوع لحلقه خاصه نوجه. هي بدها حلقه خاصه وصفحات يعني صفحات يعني لانه بنعاني الامهات الجيل هلا يعني، فالموضوع هذا عندهم يعني شوي مزعج يعني. طبعا اذا ضل اي شيء نصيحه تانية كمان دكتور لنختم لقائنا الجميل، اذا حابب تختم لقاء. والله النصيحه الاهل انه اهم شيء لاطفالهم يديروا بالهم على اللقاحات قدر الإمكان. اللقاحات. الشكر دكتور خالد إبراهيم، اختصاصي بأمراض الأطفال وخريج جامعة حلب، على هالمعلومات القيمة والحضور الجميل. أهلا وسهلا بكم مستمعينكم الكرام. شكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعة. شكرا لزملائي بالكنترول والبث المباشر. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم بضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة. صحتك بالدنيا. هذا البرنامج برعاية مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، الأخصائي في جراحة الوجه والفم والفكين. المركز مختص بالتجميل وزراعة الأسنان. مركز الدكتور بندوار محمد يقدم كافة الخدمات السنية: تجميل الأسنان، معالجة الأسنان بأحدث الأجهزة والأنظمة، معالجة أسنان الأطفال ضمن المركز تحت التخدير العام، عمليات الزرع بأحدث الأجهزة والتقنيات، عمليات جراحة الوجه والفم والفكين بالأنظمة الحديثة، تبييض الأسنان بالمواد المستوردة والتقنيات الحديثة، أيضا تجميل الأسنان بطرق حديثة وسهلة. ولا ننسى ابتسامة هوليود الشهيرة. مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، قامشلو بجانب مشفى الرحمة. للحجز والاستعلام هاتف 433 226.